فرانكنشتاين المشروع اللي اتعمل من لحم بني آدم. قبل ما نبدأ، خليك فاكر انك سامع قصة مش بتتقال غير مرة واحدة. اللي جاي ده مش أسطورة ولا حكاية قديمة، ده اسم اتكتب واتمسح وبعدين رجع تاني. ولو ركزت قوي هتحس ان الاسم ده قريب منك اكتر مما تتخيل. اسمه فرانكنشتاين، الملف اللي ما كانش المفروض ان هو يتفتح. يوسف حاتم راجل عادي، شغله ما فيهوش اي حاجة غريبة، بيشتغل مونتاج وجرافيك ديزاين من البيت. في ليلة عادية، الساعة كانت داخلة على 3 الفجر، وصله ايميل من غير اسم ومن غير صورة. العنوان بتاعه بس كان اسمه فرانكنشتاين بروجكت. فتح الايميل، ملقاش غير فايل واحد مكتوب عليه لو اتفتح مفيش رجوع. يوسف ضحك، افتكرها هزار تقيل. ضغط مرتين والكمبيوتر هنج والشاشة اسودت، وبعدين رجعت على صور لأجسام بشر متفككة، مش ميتة بس مش كاملة. والأكتر رعب إن الصور دي كانت مرسومة بنفس ستايله، كأنه هو اللي عاملها، بس هو متأكد إنه عمره ما لمسها. الأسماء اللي بتختفي. يوسف لاحظ حاجة، كل صورة ليها اسم مش أرقام، أسماء بني آدمين. دخل يبحث على اسم واحد، لقاه متوفي من 8 سنين، وفي منهم كان ميت بطرق زي الحوادث، وإن هو في الحرايق، وإن هو في السقوط برضه. كلهم نفس النهاية، الجثة ناقصة. وفي آخر الفولدر ملف فاضي اسمه يوسف حاتم. الصوت اللي بيكمل شغلك. يوسف بقى يسمع همس مش في ودنه، لأ في دماغه. وكل ما يقفل الكمبيوتر يفتح لوحده، والماوس يتحرك والرندر يكمل. ايدك خفيفة بس ناقصة الجراءة. يوسف صحي مرة، لقى صباعه متخيط خياطة جراحية نضيفة من غير دم، وفي الشاشة نوتة صغيرة: أخدنا العينة، كمل. فرانكنشتاين الحقيقي. يوسف عرف الحقيقة، إن فرانكنشتاين مش شخص، ده مشروع قديم وتجربة اتقفلت وبترجع كل فترة، بتحتاج حد يكملها. وده مش عالم ولا دكتور، فنان، حد يعرف يركب الشكل ويخلي الوحش يبان إنسان. النسخة اللي خرجت. يوسف حاول يهرب، سافر وقفل حساباته كلها وكسر الهارد بتاع الكمبيوتر، لكن في كل مكان كان بيشوفه نسخة منه بعين مش مظبوطة وجلد متخيط، بس بيضحك والناس مش واخدة بالها غير من يوسف بس. التجربة الأخيرة. آخر تسجيل صوتي يوسف سابه كان بيقول فيه: أنا فاكر إن الوحش هو اللي بيتخلق، بس الحقيقة إن الوحش هو اللي بيختار. والصوت قطع، وفي الآخر صوت تاني ظهر مش صوته. التجربة نجحت. بعد شهور، مستشفى حكومي دخل فيها مريض من غير بيانات، جلده متخيط ومش بيتكلم، بس أول ما يشوف كاميرا يقرب منها ويبتسم. وكان على صدره اسم متخيط بإبرة سودا: فرانكنشتاين. لو القصة دي وصلت لآخرها فانت كده شفت اللي ما كانش المفروض يتشاف. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات. كان معكم يوسف حمدي من قناة زل الحكاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.